انا قفلت على نفسي في اوضه ما طلعتش منها الا لما عملت $10,000. زي كل الناس اللي ابتدت في الاول بدات ان انا ادور على اسهل طريقه وهي مشاهده الاعلانات، ولكن في النهايه فشلت لاني ما حققتش منها اي دخل. بعد كده حاولت اتعلم تصميم مواقع ولكن فشلت واستسلمت. ما كانش قدامي حل غير ان انا احاول اشوف كار تاني او احاول اشوف هاي انكم سكيل، ان انا اتعلم حاجه تانية تكون بتجيب لي فلوس كويسه، والاهم من ده كله ان انا اكون بحبها، اكون فعلا مستمتع بالوقت وانا بتعلمها. فبدات ان انا اتعلم سوفت وير، وبعدها كان وقت الجيش وقدمت على الجيش، وطبعا انا عارف حظي دخلت الجيش والحمد لله دخلت عسكري. وبصراحه مذاكره السوفت وير ساعدتني بشكل كبير جدا ان انا اشتغل في شعبه نظم ومعلومات، ودي يعني رحمتني شويه من الوقوف في الخدمه في الشمس. يعني وقفت خدمه الاول تقريبا اول شهرين 3 شهور، وطلعت تامين بره علشان ايام الثوره وكده، وبعد كده كنت شغال في مكتب على كمبيوتر قبل ما اخلص جيش تقريبا بشهرين. بدات ان انا ادور على شغل، بدات اقدم على شركات، والحمد لله جبت شغلانه وانا تقريبا في الجيش. اول شركه اشتغلت فيها كانت ستارت اب، قدمت عادي على النت، اعتقد كان على لينكد ان او كان على انديد حاجه زي كده، والحمد لله اتقبلت. كان في ضغط في الاول، كنت بنام في الشركه تقريبا تحت المكتب بتاعي، يعني كنت بخلص شغل بصلي وبعد كده بنزل اتمرن وكده وارجع انام تقريبا على الارض. الحقيقه الشغل في السوفت وير حل لي مشكله، اللي هو ان انا كنت باخد مرتب كويس الحمد لله، وكنت بسافر من وقت للتاني، ولكن فضلت حاجه في دماغي مش راضيه تطلع، وهي ان انا ازاي اعمل فلوس اونلاين. مرت الايام وسافرت السعوديه وسافرت دبي، وفي يوم كنت باخد شاور وافتكرت كده حاجه، انت عارف انت الحاجات اللي هي بتجيلك وانت في الشاور معرفش ايه. واحده صاحبتي قالت لي انها جربت حاجه اسمها دروب شيبينج، وكانت لسه بادئه فيها وكانت متحمسه جدا للموضوع. كان ساعتها الدروب شيبينج مش معروف قوي في الوطن العربي والحتت دي، كان معروف بره، وكان تقريبا في بدايه الشهره بتاعته، وكانت متحمسه جدا وهي بتقول يعني بتتكلم عن الدروب شيبينج وكده. خرجت مباشره من الشاور، فتحت اليوتيوب وبدات اقلب عن الدروب شيبينج، عن المحتوى بتاعه، ازاي بتعمل الموضوع ده، معناه ايه اصلا. بس انا كده لقيت الحل. الموضوع في البدايه كان يبدو مثالي، مش لازم يكون عندك معرض، مش لازم يكون عندك مخزن علشان تحط فيه المنتجات، ولكن المشكله الحقيقيه اللي لقيتها ان انا ما كنتش هجرب المنتج اللي انا هبيعه لفتره طويله علشان اقول ان المنتج ده كويس ولا لا. الحاجه الوحيده اللي ينفع اعتمد عليها هي اراء الناس، فدي كانت مشكله كبيره جدا. الناس اللي بتعمل دروب شيبينج بتحدد اذا كان المنتج ناجح ولا لا بناء على عدد المبيعات اللي المنتج ده عملها في الماضي. فمش معنى كده ان المنتج ده ناجح بالفعل، هو الناس اللي قبليهم نجحت في انها تعمل اورجانيك كونتنت او نجحت في انها تعمل فيسبوك ادز ناجحه، مش معنى كده ان المنتج نفسه ناجح. الحل الوحيد اللي كان هيخليني ان انا ابقى عارف المنتج ده كويس ولا لا او اجربه بنفسي، ان انا ابقى عارف السبلاير او الشخص اللي بيصنع المنتج ده في الصين. وفي ناس فعلا بتعمل كده، ولكن البروسيس او الطريقه دي بتاخد وقت طويل وبتحتاج مجهود كبير جدا، وانا ما كنتش مستعد ان انا اخوض التجربه دي. يعني مهلكه قوي، لان حتى وانا بحاول اسوق للمنتج نفسه انا هتبقى ثقتي بنفسي قليله، مش قادر ان انا اسوق بالطريقه الصح او اكون واثق من نفسي وانا بتكلم، لان انا ما جربتش المنتج. بدات اشوف فيديوهات لكالوم فون موجر اللي هو الاسترالي. الدنيا بدات تكون ممتعه اكتر، وفي حاجات بدات تنور في دماغي. الحقيقه انا كنت منبهر بالفورمه بتاعته، كنت منبهر كمان اكتر بفكره ان هو بيسافر كتير، الشركات بتجيب له لبس، بتتحمل النفقات بتاعه السبلمنتس، النفقات حتى بتاعه السفر بتاعه، ان هو ما بيدفعش اي حاجه اصلا، بيبقى ليه سبونسر وهو ما بيعملش اي حاجه غير ان هو بيتمرن، بيسافر، بينام. فالموضوع بالنسبه لي كان حلو جدا. في نفس الوقت بدات اتابع فتنس انفلونسرز تانيين كانوا بيقدموا برامج اونلاين، يعني بيعمل برامج تدريب او تغذيه وبيبيعها لشخص، ويحاول ان هو يسوق للموضوع ده عن طريق الستوريز بتاعته او الاورجانيك كونتنت بتاعه، عن طريق بوستس او فيديوز حتى على اليوتيوب. فقلت انا عندي خبره في التدريب والتغذيه، ممكن اجرب حاجه زي كده، وممكن دي تكون الطريقه المثاليه ليا ان انا اعمل فلوس اونلاين. المشكله ان انا كنت بتمرن بقالي كتير، عندي خبره في التغذيه والتمرين، ولكن انا ما عنديش اي فولوينج على انستجرام، تقريبا محدش عامل لي فولو الا اصحابي وعيلتي. في نفس الوقت بدات اشوف فيديوهات لانفلونسرز تانيين، وعرفت ان انا الناس لازم تعرف وشي وتعرف الخدمات اللي انا بقدمها علشان تشتري مني.
في نفس الوقت لازم اشتغل على جسمي. انا جسمي كان كويس ولكنه مش جسم انفلونسر كان جسم محاسب بيتمرن ممكن. فبدات اشتغل على جسمي، بدات ان انا اخد بروفيشنال فوتوز او صور احترافيه، بدات حتى ان انا اقدم على وظائف بتاعه موديلنج وكده، وجالي كذا شغلانه وبدات الدنيا تمشي وادخل في المود ده. في نفس الوقت لما بقيت احط صور وفيديوهات على الانستجرام، بدات احط محتوى ليا، بدات عدد المتابعين يزيد. الموضوع كبر اكتر لدرجه ان انا جالي سبونسر اللي هو ماي بروتين، الشركه البريطانيه، فكانوا بيدفعوا لي بوكيت ماني كل شهر، وفي نفس الوقت كانوا بيبعتوا لي فري سبلمنتس. بدات اعلن في المحتوى بتاعي ان انا بقدم خدمات تدريب، ولو حد عايز استشارات خاصه بالتغذيه وكده، وحطيت اللينك في البايو. واليوم ده كنت متحمس جدا للفلوس اللي هتبدا تجيلي. بدات اعمل محتوى بشكل يومي، كنت مقسم المحتوى ما بين صور، ما بين نصايح بتاعه تغذيه، ما بين طريقه اداء او عمل وجبه معينه، وبدات الناس تعمل لي فولو وتسال على الخدمات وكده. وبعد اسابيع في واحد اشترك لشهر انا عملت اول $100. دي اللحظه اللي بدات اصدق فيها ان الموضوع ممكن. يعني دي اول $100 عملتها بعد سنين طويله من البحث في كذا حاجه، فده كان بالنسبه لي انجاز. عرفت كمان ان انا لازم اقرب من المتابعين، فبدات ان انا اعمل Q&A او question and answer كل حد تقريبا على انستجرام. بدات ان انا ارد على الاسئله الخاصه بالتغذيه او التمرين، والاهم من ده ان انا بدات اتجاهل الاسئله التانية اللي هي مش هتضيف اي حاجه لمحتواي، لان انا كنت عايز اعرف او عايز اخلي الناس تكون مهتمه بالنوع ده بس من المحتوى. ولكن وقعت في مشكله ان انا كنت معتمد على الاورجانيك كونتنت، او ان انا اعمل كونتنت بشكل يومي ان هو يجيب لي ناس، يعني مستني ان الناس تدخل تسالني تقول لي احنا محتاجين ان انت تعمل لنا برنامج تدريب او تغذيه. كنت معتمد على الحظ، لو حد بعت لي اوكي، لو محدش بعت لي خلاص ما بحاولش ان انا اعمل اي حاجه تانية. والمشكله هنا ان انت بتبقى حاطط نفسك تحت رحمه الخوارزمات، فلو الفيديو ما بقاش فايرال او الكونتنت نفسه ما بقاش فايرال، فانت مش هيجيلك حد. في نفس الوقت لاحظت ان معظم الانفلونسرز اللي هم بيعملوا مبيعات كويسه عندهم يوتيوب شانل. انا ما كانش عندي يوتيوب شانل، وعايزك تفضل مكمل مشاهده علشان هقول لك على الحاجه اللي ضربت الدخل بتاعي في 2 و3 و4. وانا بقلب في يوم على الانستجرام لقيت اعلان لفتنس ايجنسي بتاعت مجموعه من الانفلونسرز او فتنس ترينرز وانفلونسرز، بيعلموا الناس ازاي ان هم يعملوا سكيل للبيزنس بتاعهم اونلاين. لو حد مثلا عنده عملاء زيي، مثلا عنده 2-3، ازاي ان هو يجيب عملاء اكتر. فقلت ممتاز، يعني دي ناس شغاله في نفس الحاجه اللي انا بشتغل فيها، ولكن معديني او سابقني بخطوه او خطوتين، وهيعلموني ازاي اعمل كده. بيرفكت. بعت لهم واشتركت معاهم ودفعت ساعتها $2000، وكان ده مبلغ كبير ساعتها يعني، بس دفعت علشان اوصل اللي انا عايزه، لان انا عارف ان انا مش هوصل لحاجه لوحدي، لاني حاولت كتير. وعرفت المشكله تقريبا في اول مكالمه. المشكله ان انا كنت بعمل اورجانيك كونتنت وكنت بستنى الناس انها تجيلي، ولكن ما كنتش عندي اي استراتيجيه ان انا اعمل ريتش اوت او اكلم الناس دي. ازاي اقنع الناس دي انها تشترك معايا، الناس اللي عامله لي فولو او حتى اللي مش عامل لي فولو. ما كانش عندي اي فكره ازاي ان انا اعرف الليدز او الناس الكواليفايد، ان انا مثلا اعمل سيرفيز، ازاي تاخد اراء الناس دي وتحللها وتعرف اذا كانت الناس دي كواليفايد لكونسلتيشن او استشاره مره واحده، او فيتنس بروجرام، او ان هم يدفعوا مثلا لمده 3 شهور او اكتر حتى من 3 شهور. الحاجات دي كلها انا ما كانش عندي اي علم بيها تماما. لو انا بعت لحد اصلا هقول له ايه؟ يعني تقريبا اسوأ حاجه بالنسبه لي ان انا اروح اتكلم مع حد انا ما اعرفوش واعرض عليه خدمه بتاعتي. فازاي اصلا افتح معاه كلام، خصوصا ان الموضوع بتاع السيلز والماركتنج انتوا عارفين ان هو واخد سمعه سيئه، واي حد بتحسه ان هو هيبيع لك حاجه بيبقى عندك نفور او عايز تبعد عنه، وده يعني او دي طبيعه بشريه. فازاي ان انا اشيل الحاجز ده؟ في نفس الوقت فهمت نوع المحتوى اللي المفروض انزله، لان انا كنت بنزل محتوى بشكل عشوائي، واحيانا كنت بنزل حاجات ملهاش اي علاقه خالص بالخدمه اللي انا بقدمها، فكنت بجذب ناس مهتمه بحاجات تانية وانا عندي منتج مختلف تماما. بدات ان انا اتعلم ازاي استخدم تشات جي بي تي صح علشان اطلع افكار، لان تشات جي بي تي متوفر وكل الناس ليها مدخل عليه، وقد يبدو سهل، ولكن طريقه كتابتك وسؤالك لتشات جي بي تي بتختلف. ممكن تديله برومبت او امر معين يديلك نتيجه، تغير حاجه بس او تعمل اعاده صياغه لنفس الامر ده يديلك حاجه تانية خالص. في نفس الوقت انا من جوايا كنت بطارد المشاهدات، كنت عايز اجيب فيوز اكتر، عايز اتشهر، فكنت بروح للمحتوى اللي هو هيجيب لي فيوز ولكنه مش هيفيد البيزنس بتاعي باي حاجه، مش هيجيب لي عملاء،
في نفس الوقت انا ما كنتش باخد فلوس اصلا ما زلت على المشاهدات، حتى لو كنت هتقاضى فلوس وقتها على المشاهدات اللي بتجيلي فكانت فلوس لا تذكر تماما. فساعتها بدات اخطط بشكل استراتيجي لنوع المحتوى اللي المفروض انزله اللي يجذب الناس الصح. ما بيجذبش ناس وخلاص، يبقى في ناس معينه هي اللي تيجي حتى لو كانت الناس دي قليله. يجي لي 100 واحد كواليفايد ابيع ل5 منهم احسن ما يجي لي 100,000 واحد مفيش ولا واحد منهم كواليفايد. طبقت بالظبط اللي انا اتعلمته في المنتور شيب، وفي خلال اقل من شهرين جبت المبلغ اللي انا دفعته وهو ال $2000. في نفس الوقت بدات ان انا افهم قيمه المنتور شيب، بمعنى ان انت بتعين شخص علشان يوريك الطريقه بالظبط انت تعمل ايه لحد ما توصل اللي انت عايزه، احسن ما احاول انا وافشل. في نفس الوقت ممكن اضيع فلوس كتيره اكتر من الفلوس اللي انا هدفعها للشخص ده. والموضوع قد يبدو او ممكن يكون مكلف في الاول، ولكن انا بشتري وقتي. المهم كل حاجه كانت ماشيه بشكل مثالي اول 3 أو 4 شهور، ولكن وقعت في مشكله. انا كنت ببعت 100 رساله يوميا، يعني كنت بقعد كده مثلا من الصبح لحد الظهر ببعت مثلا ممكن 30 رساله، من 20 ل 30 رساله، وبعد كده مثلا من العصر لحد المغرب 30 تانيين، وبالليل البقيه او بقيه الرسائل. فالموضوع ده كان فعلا بيستهلكني جسديا، وفكره ان انا اصلا اقعد اتكلم مع حد انا مش عارفه، فانا اصلا ما بحبش اتكلم مع الناس. فماشي كان بيجيب نتيجه وكان في فلوس بتيجي، ولكن كان بيرهقني جسديا وذهنيا. فبدات ان انا افكر في طريقه ان انا اعمل اوتوميشن للموضوع ده، ان انا ما ابعتش للناس كل شويه. في نفس الوقت انا قلت مستحيل يكون كل صانعي المحتوى والناس اللي هي بتعمل كونتنت وكده بيبعتوا للناس الاودينس بتوعهم او اللي عاملين لهم فولو ويحاولوا يعرضوا عليهم خدماتهم. مستحيل يكون الناس كلها بتعمل كده. مستحيل مثلا جيمس سميث او الناس اللي هي الانفلونسرز اللي عندهم فولوينج كتيره دول يكونوا كل يوم الصبح بيصحوا علشان يبعتوا رسائل للفولورز بتوعهم. انا قلت اكيد في طريقه او اكيد في اوتوميشن سيستم هم عاملينه، في حاجه انا مش عارفها. بدات استهلك محتوى تاني محاولة ان انا الاقي طريقة او حل للمشكلة دي. كنت عارف ان انا في حاجة ناقصاني وفي حاجة محتاج ان انا اتعلمها. بدأت ان انا اشوف فيديوهات لجيمس سميث، وقال في كذا فيديو ان هو عمره ما عمل اوتريتش، عمره ما عمل سيلز كول، لان هو عنده منتور شيب بروجرام، عمره ما دخل مع عميل حاول ان هو يقنعه ببيع او ايا كان. وكذلك دان كو وتيم فيرس، كل الناس دي ما بتعملش سيلز كول، ما بتعملش اوتريتش، الناس بتشتري منها بشكل تلقائي. لقيت اللي هم بيعملوه ان هم بيعملوا محتوى على اليوتيوب، بيبقى محتوى طويل، عارفين ان هم ازاي يجذبوا انتباه الناس دي تتفرج على الفيديو للاخر، يثقوا فيهم، يقتنعوا بيهم، وفي نفس الوقت الناس دي تبدأ تعمل بنجنج او تستهلك محتوى ليهم اكتر واكتر لحد ما الناس دي يتعمل لها ورم اب، او الناس دي تثق فيها فتشتري منها المنتجات. طيب الناس دي دان كو وجيمس سميث وتيم فيرس، الناس دي كلها عندها ايه مش عندي وقتها؟ البيرسونال براند، العلامة التجارية. ايه اللي يخلي شخص يتفرج على فيديو ليا بعلن فيه عن منتج معين ويشتريه بشكل تلقائي؟ الشخص ده وثق فيا ووثق في الكلام اللي انا بقوله، هي العلامة التجارية. المشكلة اللي كانت موجودة وقتها، ودي العقلية بتاعت معظم الناس اللي بتبدأ بيزنس اونلاين، انها بتبقى عايزة النتيجة بسرعة. فانت عايز تبيع منتج ثمنه $1000 من خلال فيديو مدته اقل من دقيقتين. مستحيل. لازم تكون معروف لدى الشخص قبل كده، تتفرج على فيديوهات ليك قبل كده وفيديو طويل وعارفك بقاله فترة. الناس دي بتبقى عندها مبيعات، وبتبقى مدربة المستهلك ان هو يثق فيها لمدة طويلة. والناس دي اللي هي دان كو وجيمس سميث وتيم فيرس عندهم delayed gratification، هم عارفين ان الشخص ده هيشتري منهم في مرحلة معينة، ولكن بيصبروا على النتيجة. بيبقى في فانل او في بروسيس بياخدوا الناس فيها من اول مشاهده اول يوتيوب فيديو لحد ما يشترك في نيوزليتر، واخيرا بان هم يشتروا منتج سوقوا له عن طريق النيوزليتر. في الحقيقه لقيت ان انت احيانا لازم تعمل سيلز كولز، ان انت تدخل مع حد تحاول تقنعه ان هو يشتري منتج مثلا ب $2000 او $3000، ولكن مش لازم تعمل ده طول الوقت. على الاقل لو انت دخلت سيلز كول هتبقى داخل مع واحد اولا مؤهل ان هو يدفع المبلغ ده، مش هتضيع وقتك مع ناس غير مؤهله او ناس داخله انها تضيع وقتك. بدات ان انا اطبق الموضوع ده، بدات ان انا احط وقت اكتر ومجهود اكبر في ان انا اعمل فيديوهات طويله على اليوتيوب، وبدات الناس تثق فيا، وبدات الناس تشتري مني اصلا حتى وانا مش بعلن خالص عن حاجه على اليوتيوب. الناس بدات تسالني انت بتعمل استشارات ولا لا، انت عندك منتج عن التدريب ولا لا، او بتدرب ناس اونلاين ولا لا، حتى وانا ما بعلنش عنها. فعرفت اهميه اليوتيوب او اهميه ان انت تبني ثقه مع الناس
حتى لو كان الموضوع ده هياخد وقت. في نفس الوقت بدات ان انا اعمل اوتوميشن سيستم. يعني احنا عندنا مثلا في المنتور شيب حاليا في كواليفيكيشن قبل ما الشخص بتكلم معاه، بيبقى في فورم بيملاها، الفورم ده بيبدا يجاوب فيها على عده اسئله، وقبل ما بندخل ميتنج بيبقى عارفين الشخص ده بنسبه كام ممكن يشتري. مش عايز اقول لك على الوقت اللي انا وفرته من خلال موضوع الاوتوميشن ده. يعني وقت طويل جدا بدات ان انا استغله في عمل فيديوهات على اليوتيوب، ان انا اكتب، ان انا اذاكر. الموضوع وفر عليا وقت طويل جدا. في نفس الوقت ادركت ان الناس دي عندها حاجه تانية مش عندي، وهي القائمه البريديه. لقيت ان هم ما بيبيعوش بشكل مباشر في المحتوى بتاع اليوتيوب. الناس دي عندها قائمه بريديه بيبيعوا من خلالها، لان لو حد اشترك في القائمه البريديه فهو بالفعل عارفك، هو واثق فيك، فبالتالي بتكلمه كانه يعني صاحبك، بتعرف ان انت تتكلم معاه باريحيه بدون ما تبقى خايف ان هو يفتكر ان انت حرامي او حاجه، لان هو عامل لك فولو. بدات ان انا اعمل قائمه بريديه، اعمل تاج للناس بناء على اهتماماتها وبناء على القوه الشرائيه بتاعتها، وابعت لهم الايميلز الصح. وبتبقى اوتوميتد برضو، بيبقى سيكونس بكتبه مثلا مره واحده، وكل كام يوم بيتبعت ايميل للشخص. وطبعا بحاول اقنعه بان هو يشتري المنتج المناسب ليه. في نفس الوقت كان عندي مشكله ان انا لما حد بيشتري مني مره ما كانش عندي سيستم ان انا اخليه ان هو يشتري مني تاني وتالت ورابع. لو اشترى مني منتج معين فعلاقتي بيه كانت بتنتهي. فبدات ان انا اتعلم ازاي ان انا لو شخص اشترى مني ابدا اخلي علاقتي بيه كويسه، وان انا ابدا اعمل له ريتش اوت كويس بدون ما يكون مزعج، واحاول اقنعه بمنتجات تانية بناء على المنتج اللي هو اشتراه. فبالتالي الشخص ده يفضل عميل دائم، ويفضل هو يستفيد وانا كمان استفيد. بالطريقه دي هتبدا تعمل دخل اونلاين ويكون مستمر. الموضوع ده كان بالنسبه لي يعني تغير حقيقي في كل حاجه في حياتي عموما، لان انا المنتج نفسه انا اللي اشتغلت عليه، انا اللي بادئه من الصفر، انا عارف انا بقدم للناس ايه، وانا واثق في المنتج 100%، لان حتى الناس اللي هي اشتريته مدياني اراء ممتازه، وفعلا انا بحط كل المجهود فيه لان ده البيبي بتاعي او الطفل بتاعي. خليني اقول لك بالظبط في نهايه الفيديو اللي انت محتاج تعمله بالظبط علشان تعمل فلوس اونلاين. اللي انت محتاج تعمله رقم 1، تكون حققت حاجة في مجموعة من الناس انت عارف ان هم بيحاولوا ان هم يوصلوا لها. وصدقني مش محتاج ان انت تكون خبير، طالما انت حققت خطوة معينة الناس بتدور على النت عشان توصل لها، فانت جاهز ان انت تبدأ بيزنس اونلاين. الخطوة التانية ان انت تعمل محتوى بشكل يومي، وما تستناش الوقت المثالي، علشان الوقت المثالي مش هيجي. وانا متاكد 100% كل الناس عندها وقت، لان كلنا بنقضي ساعه على الاقل بنعمل سكرولنج على الانستجرام، او بنتكلم في كلام فاضي مع ناس مش مهتمين بينا، او حتى مهتمين بينا بس بنضيع وقت على بعض. ومش لازم يكون عندك معدات غاليه وضخمه، انت محتاج التليفون بتاعك. انا حتى الان بصور بالتليفون وبالكاميرا، بس اغلب الوقت بالتليفون، وعندي مايك عادي، ده مايك دي جي، وفي مايك تاني رخيص صيني. فانت مش محتاج معدات غاليه، وفي نفس الوقت انت عندك وقت، فنزل محتوى يوميا. الحاجة الثالثة، ابدأ قائمة بريدية وابعت ايميل بشكل اسبوعي للناس وفيدهم بشكل حقيقي. والقائمة البريدية انصحك ان انت تعملها في الاول، يعني ما تستناش ان انت يبقى عندك اودينس كتير، اعملها في الاول وابني ثقة مع الناس من اليوم الاول. تبدأ تعمل خدمات استشارة، دي اول خدمة مناسبة ان انت تعملها في الاول قبل ما تعمل كورس او اي منتج الكتروني. الحاجة دي كويسة لانك مش محتاج متابعين كتير، وفي نفس الوقت هتبقى فرصة ليك ان انت تتدرب وتفهم الناس وتبقى عارف الحاجات اللي هم فعلا محتاجينها، علشان بعد كده تعمل كورس في حاجة الناس فعلا محتاجاها. وبمناسبة موضوع الكونسلتيشن، حاول تسجل الاجتماعات بتاعتك، وبعد كل كونسلتيشن تبعت للناس تاخد منهم الآراء بتاعتهم، وتخلي التستمونيالز او الآراء دي معاك علشان هتحتاجها طول الرحلة. الخطوة الخامسة، استمر في صناعة المحتوى، واستمر في الاعلان عن الخدمات بتاعتك اللي هي الكونسلتيشن او الاستشارات، اللي هي الخدمه الاولى اللي انت عملتها. الخطوه السادسه، اتعلم ازاي تعمل ليد ماجنتس، معنى ان انت ما تعلنش عن خدماتك بشكل مباشر في المحتوى. ادي فاليو للناس، قدم لهم السبت الاول، اعمل كورس صغير او بي دي اف دوكيمنت او حاجه تكون بتفيد الناس، وخد منهم ايميلاتهم مقابل الحاجه دي. الخطوه السابعه، في مرحلة معينة هتلاقي نفسك بتكرر اللي انت بتقوله في الجلسات بتاعة الكونسلتيشن او الاستشارات. ده الوقت اللي انت المفروض فيه تعمل كورس، لانك هتلاقي نفسك خلاص فهمت الناس عايزة ايه، فساعتها تقدر تباكج الكلام ده كله وتحطه في كورس. الكورس ده ممكن تبيعه اونلاين عن طريق المحتوى بتاعك. الخطوة الثامنة، ابدأ انشر محتوى بيدور او بيلف ويدور حوالين المنتج بتاعك، وابدأ اتكلم عن المنتج بتاعك. الحاجة دي بتاعتك، البيزنس ده بتاعك، ما تتكسفش
ان انت تعلن عن حاجتك. خليك مستمر، الاستمرارية هي اللي هتوصلك بالظبط للي انت عايزه. فما تتوقعش نتائج في اول يوم وتاني يوم وتالت يوم، ممكن يبقى ناس تبقى محظوظة اول اسبوع اول شهر، ولكن خليك مستمر. حتى لو انت كنت بتعمل حاجة غلط لمدة طويلة، الاستمرارية نفسها هتعرفك ان انت بتعمل حاجة غلط. ولكن لو كنت بتعمل حاجة مثالية من اول يوم، لو ما استمرتش مش هتعمل حاجة. فاحسن لك تعمل حاجة غلط بس تستمر. فما تخافش ان انت تغلط، ما تستناش الوقت المناسب، ولكن ابدأ. خليك مؤمن ان الفيديوهات بتاعتك مش هتجيب مشاهدات اول 20 30 فيديو، ممكن الموضوع يطول لحد 100 فيديو. فخلي عندك صبر، وثق في ان اجتهادك هيؤدي لنتيجه، ونتيجه كويسه وهترضيك باذن الله. دي كل حاجه انا بجد كنت عايز اتكلم عليها. لو في اي حد مهتم بان هو يبدا البيزنس اونلاين بتاعه ويبدا العلامه التجاريه بتاعته، عنده خبره في حاجه معينه وحاسس ان هو عايز يبدا السايد هاسل بتاعته ويبدا حاجه هو متحكم فيها بشكل كامل بدون ما يفضل مستني الزياده السنويه من شغله، فاحنا عندنا منتجين. عندنا الكورس ده شامل فيه كل حاجه من A to Z، من اول صناعه المحتوى، التصوير، كتابه السكريبت، لحد حتى الاوتوميشن. نزلنا موديول بتاع N8N جديد. وفي نفس الوقت لو انت عايز نشتغل معاك بشكل شخصي، يبقى برنامج مدته شهرين. البرنامج ده هياخدك من الصفر وانت مش عارف اي حاجه في صناعه المحتوى لحد ما يبقى عندك بيزنس اونلاين قائم. وفي خلال الشهرين لو ما جبتش عميل، احنا بنفضل معاك لحد ما تجيب اول عميل. لو انت مهتم باي من المنتجين فهتلاقي اللينكات تحت في الديسكريبشن، واتمنى ليكم التوفيق. السلام عليكم.